بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو نفسك بقى تاكلي كده كنافة مقرمشة وفي نفس الوقت كده تكون بتدوب كده هوت في البق، تعالي بقى النهارده شوفي الوصفة بتاعت النهارده. هتعملي كنافة بجد والله احلى من بتاعت بره بألف مرة. واخدة بقى لون جميل ذهبي كده من بره ومن جوه، والتسوية بتاعتها مظبوطة. وكمان في تريكة كده مهمة هتخلي الكنافة معاكي دي دايبة كده وناعمة ومقرمشة في نفس الوقت. عايزه اوريكم قد ايه الكنافه كده هوت، على قد ما هي مقرمشه على قد ما هي بتدوب كده هوت، مش ناشفه كده على السنان ولا اي حاجه. وهتبقى شاربه معاكي كده، الشربات بتاعها مظبوط جدا بجد. عايزه اقولك الكنافه دي لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها ابدا. وده كده شكلها بعد ما باتت كده اهوت لتاني يوم الصبح. بصوا عامله ازاي، بجد جميله جدا. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو يعجبكم وتستفادوا منه. ولو استفدتوا من الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك. ولو انت لسه اول مره تشوفي قناه اشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. يلا بقى كده على طول نسمي الله ونصلي على رسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اول حاجه كده اهوت هنبدا نعمل مع بعض الشربات او السيرب. وهيبقى معانا كوبايتين سكر وعليه كوبايه ونص ميه ونقطتين فانيليا كده اهوت، وربع معلقة صغير كده من الملح الليمون او نص ليمونة كبيرة. هقلبهم كده تقليبه بسيطه كده من نص الحله، عشان خاطر السكر لازم نحركه كده عشان ما يلزقش معانا في الكسرولة وهي على النار. هرفعه كده على نار كده متوسطه، وبعد ما بيغلي هحسب له كده 7 دقايق كده وهطفي عليه. وبرده في وسط يعني وهي على النار كده تبداي تقلبي تاني عشان لو في سكر ما دابش ولسه لازق تحت. بعد كده بقى طلعت معايا من الفريزر نص كيلو كنافه. الكنافه دي كانت متفرزه عندي في التلاجة بقالها فتره. لو انت جايباها لسه طازه حطيها في الفريزر كده ساعتين 3 لحد ما تنشف كده معاكي وتفركيها بكل سهوله. لو انت ايدك مش بتتحمل الحاجه الساقعه ومتلجه، تقدري برضو هقولك تعمليها ازاي من غير ما ايدك توجعك من السقعية. انا عارفة الجو ساقعة وممكن تبقى صعبة شوية على ناس. ممكن بقى تمسكي كده سكينة وتقدري بالسكينة كده تقطعيها، هتتقطع يعني هتنزل كده تتفرفت معاكي بنفس الطريقة اللي احنا بنفركها بيها. الطريقة بقى اللي تريحك اعملي بيها. بعد كده بقى هتأكد بقى لو في اي تكتلات او في حاجة كده ناشفة، هتخلص منها خالص. عشان لو في حاجة كده ناشفة وما بتتفرجش معايا زي دي كده، بتبقى بعد كده مش لطيفة في الاكل وبتبقى ناشفة. فهتبقى لو معاكي حتة كده ولا اتنين ناشفين اتخلصي منهم خالص. معايا بقى كده معلقتين كده من السكر البودرة، ولازم تنخليهم او تضربيهم في الكبة كده لان بيبقى فيه تكتلات كده من الركنة. السكر كده بيحجر كده وبيبقى فيه حاجات كده بتنشف. بتفركيهم كده في المصفى السلك يعني، يا اما تعملوهم في الكبة عشان التكتلات اللي فيها دي مش هتفك معانا وهتبقى محجرة كده في الاكل. لو ما عندكيش سكر بودرة تقدري السكر العادي بتاعنا تحطي كده حبة في المطحنة.